وانا والله خوتي المغاربه اقسم لكم بالله الا مظلومه، قسما بالله العلي العظيم الا مظلومه. وتحياتي للقضاء ديالنا، وتحياتي للسيده الوكيله اللي تقدمت عندها هذا النهار، اللي تبارك الله ما شاء الله استمعت لي، عطاتني الوقت ديالي الكافي اللي استمعت لي، ورجعت لي واحد الثقه في النفس ديالي. اللهم لك الحمد. وانا ثقه في نفسي لان واقفين ولدي هنا التعاليق هما غير هنا تنشوفهم، ما تنقراش كاع الناس شنو تيكتبوا لي ودي. صوت الحق مرحبا والف مرحبا بالمتابعين ديالي. انا الصراحه مازال ما شفت شنو كاين الحكم، شنو كاين الغرامه ماليه، لان علاء الدين تيدخل القضايا ديال مكناس وازرو ديال هذا، مازال ما عرفناش شنو كاين باش نشوف شحال الغرامه باش يحكموا عليا. واحد المقطع ديال 34 ثانيه. ماشي مشكل المتابعين، الحمد لله اللي بقيت قويه، واخا كنت نخرج تنبكي ماشي ضعفان مني، واخا بزاف القنوات اللي خرجوا هاد النهار تيضربوا فيا من هنا من مدينه ازرو، راكم تتفرجوا فيا، تنقول لكم بعدوا مني الا بغيتوا يكون واحد التقار بيني وبينكم. هنا في مدينه ازرو راك معروف، وهزيتي الصوره ديالي وحطيتيها وتتقول انا سعايه وانا طماعه وانا، وتدير لي عمليه حسابيه في الصالير اللي تنقبط. وهذه انا عمري ما سعيت شي حد ولا سعيت خوتي المغاربه، ولكن انا وضحت الامور، لان بزاف الناس كانوا تيقول لك بان راه تنقبطوا 10000 وزياده الدرهم وهذه بزاف د الحوايج. حنا حامدين الله وشاكرينه، اللهم لك الحمد بالقليل ولا بالكثير، والله الا من الحامدين الشاكرين قسما بالله. 6 اشهر ولا سنتين داكشي اللي كاين المتابعين ديالي، ولكن ما شوف ماشي مشكل، احنا ما لا شماتة حتى في شي واحد، واخا خرجوا وتشفاو فيا النهار وعجبهم الحال. غير الانسان اخوتي المغاربه ما يعطيش الاغلاط، لانهم عطاو في هذا الملف اغلاط، قالك بان على ولدهم هذاك الموضوع راه ما كاينش. هذاك واحد المقطع ديال 34 ثانيه هو علاش تحكمت، وما كانش بيني وبينهم حتى شي حاجه. هذاك المقطع ماشي انا وياهم، هذاك المقطع يا ريت كون يجبدوا التاريخ ديالو، فوقاش كان داك اللايف، وفوقاش ومع من، وكنت انا وخالتي متناقشين، وداز داك الموضوع وتصالحنا انا وخالتي، وبكات معايا هذا النهار، وهما بغاو تيقلبوا. جات الخمسي والله الا بكيت. لا يخطيكم بكيت، انا ما نكذبش عليكم، ماشي تقولوا خارجه العرفويه بانها عجبها الحال ولا، ولكن انا قويه وحق الله العظيم، لان تنقول حمد الله اللي باقا بالروح ديالي، حمد الله اللي ولادي ما جلستهمش حدايا وسبوا ونعلوا، حمد الله اللي بناتي ما خرجوش للسوشيال ميديا ويعطي واحد الصوره ديال المراه المغربيه والصوره ديال البنت المغربيه كيرباوها والديها وتتسب وتتشتم في الناس. الحمد لله اللي ما جلستش ولدي علاء الدين حدايا وسب، يعني حنا ماشي من الاخلاق ديالنا وماشي من هذا، وجلست الزوج ديالي كذلك باش يبقى يسب فيهم، وهذا افتخار ليا. واخا ديك 6 شهور ربما غادي تكفر لي على بزاف الحوايج، يمكن غلطت في حياتي، يمكن درت شي حاجه اللي غضبات الله وربي بغى يعاقبني بداك 6 اشهر. والله وشوف انا والله لا حمدت الله وشكرته قسما بالله العظيم، ما تجيش غير في وليداتي وتجي فيا انا اللي كبيره قسما بالله. ما يقول لكمش لا الدراسه لا قال لك والله لا طلع لي الضغط على بسبب والله الا سمحوا لي بزاف المتابعين ديالي، اقسم لكم بالله انا والله ما بغيت نبكي. بكات ياسمين، بكاو بناتي، نسابي، راه هاد النهار تليفوني قسما بالله ما سكت بالتعياط، وبزاف الناس تيقولوا لك بزاف الناس اللي تيقول لك ندخلوا في الصلح نديروا نفعلوا نتركوا. يا ريت كون كان الصلح شحال هادي، يا ريت المتابعين من نهار دقيت بابهم ما يردونيش، يا ريت انا والله العظيم الا مظلومه، اقسم لكم بالله العلي العظيم الا مظلومه. وماشي مشكل ربي بغى يمتحني في الدنيا، نشوف واش انا تنصبر، واش انا راضيه بداكشي اللي قسم عليا الله، ولا انا ما راضياش بالحكم ديال الله سبحانه وتعالى. انا راضيه وانا تنامن بالله سبحانه وتعالى وبالقدر ديالي وبالقضاء ديالي، حتى الا كتب عليا ربي وفي الاستئناف هبطت للحبس، والله ماشي مشكل، غادي نهبط مظلومه. انا مظلومه خوتي، انا دفعت على حق بنتي، حق ياسمين القاصر اللي شهروا بها وضربوا لها في اعراضها واعراض والديها. والله اخوتي انا تنصبر بناتي، تنقول لهم شوف انا قسم ربي عليا هذا الشيء، والله العظيم الا حمدت الله وشكرته. انا ما بغيتش بناتي يتاذوا، ما بغيتش ياسمين كون جلسات هنا وتاذت لي بنتي، ولا وقع لي ياسمين بنتي شي حاجه.
اللي غادي نلوم راسي ولا كون ما دافعتش على حق بنتي نلوم راسي، ولكن خديت 6 شهور على الظلم وظلموني بواحد المقطع، مقطع ما فيهش مقطع فيه واحد يعني 34 ثانيه، راه والو، راه بحال نطقتي بواحد الكلمه وتعاقبتي عليها. ماشي مشكل اخوتي المغاربه، الله يحفظكم ليا والله يكبر بكم وتنفتخر بكم وتنشكر كاملين الناس كاع اللي تضامنوا معايا. خويا الجوكير اللي قال لي ما غنتخلاوش عليك، اختي جالي كذلك، اختي طاطا بديعه اللي بكات مسكينه وشت اللايف ديالها وبكات وبكيت انا ملي شفت هكاك، بكيت اخوتي المغاربه، ولكن ما عندي ما غندير. واش شي واحد غادي يهرب من القدر ديالو؟ واش مثلا الا جاتني الموت مثلا، كلشي كاين الموت وكاين الحياه وكاين، والله غادي نهرب من الموت ديالي؟ انا ما غاديش نهرب، وحتى هاد القسمه اللي قسم عليا ربي ما غاديش نهرب منها، والله ما غنهرب وغنسلم امري لله سبحانه وتعالى. ومشات الدعوه عند الخالق المخلوق، لان تعداو عليا خوتي المغاربه قسما بالله. وغير باش نبشركم خويا مول العصير، الله يحفظك سيدي والله يكبر بك والله يخلي لك دوك الوالدين اللي تبارك الله ما شاء الله عليهم، الله يخليهم لك اخويا مول العصير، والله يخليكم ليا كلكم تاج فوق الراس. عرفتوا العرفويه مظلومه، عمري ما سبيت، كنت ندافع على حق بنتي ورجعت انا مظلومه، وتعطات ليا 6 شهور على واحد المقطع اللي فيه 34 ثانيه. والله الا ماشي مشكل. شكرا اخت صابرين، قالت هي اللي اعتصمت ماشي مشكل بانك اختي صابرين، والله الله يكبر بكم، والله ما بغيتش نبكي صراحه، ماشي بكيت على الحبس اللي تعطالي ولا بكيت على الظلم اللي تظلمت. ونفس الفيديو عاودوا دعاوني به، نفس المقطع عاودوا دعاوني به، وكان عندي التقديم هذا النهار والحمد لله استمعت لي السيده الوكيله، الله يكثر خيرها والله يخرج سبيسه على خير، وان شاء الله غادي يكون خير اخوتي المغاربه في الاستئناف، ونتمنى الخير عند الله سبحانه وتعالى. وانا انا ما قاطعش كيف ما تنقولوا، ما قطعتش ياسي من الله سبحانه وتعالى ومن رجاء الله سبحانه وتعالى. وتحياتي للقضاء ان شاء الله اللي غادي ينصفني في الاستئناف، لان غادي نقدم بزاف د الحوايج اللي انا تسبيت في شرفي وتهانيت وتضربت في اعراضي وفي اعراض ولادي، وتقال عليا بان ولادي ماشي باهم هذا، وبزاف د الحوايج اخوتي اللي تهانت العرفويه وهكاك وبقيت قويه واخا. وبزاف الناس اللي تيقولوا، بزاف الناس اللي خرجوا بغاو لي الاعتقال وكانوا تيكتبوا في لايفات نهار الخميس سيروا شوفوا، تيقولوا لها سيري شوفي الحكم باش غادي تحكم العرفويه. وبردتو دابا انا تحكمت ب6 شهور نافذه وماشي مشكل الحمد لله، وماشي معتقله، انا باقا راني في داري ومع وليداتي ومع الزوج ديالي، ومازال لي استئناف ويكون خير ان شاء الله، ومازال النقد والابرام. لا المتابعين ديالي بزاف د الحوايج اللي غادي نديرهم ما نكذبهم، ولكن بصمت بزاف ديال الحوايج. وتحياتي لعائلتي كامله، تحياتي لخوتي وتحياتي لميمتي وتحياتي للزوج ديالي اللي واقف معايا مسكين ومساندني، وبنياتي مسانديني، وعلاء الدين جا مسكين وتكى عليا وبقى مسكين تيقول لي ماما، وبزاف د الحوايج اللي هذا بدراتني في خاطري. وياسمين كذلك مسكينه بقات تبكي، قالت لها ماما سمحي لي، لا انا اللي كنت درت لك شي مشكل ولا، والله قلت لها شوفي بنتي ما تفكريش فيا نهائيا، فكري في مستقبلك وفي حياتك وفكري في المستقبل ديالك. انا الحمد لله انا معززه مكرمه، حتى الا مشيت للسجن غادي نكون مع خواتاتي الحمد لله. انا ما قتلتها، لا ما قتلت روح، ما مشيت على خيانه زوجيه، ما مشيت على سرقه، ما مشيت على الظلم اللي تظلمت، اللي كنت ندافع على حق بنتي وظلموني. ماشي مشكل جابوا واحد المقطع. وباش نبشركم اخوتي المغاربه بان التليفون ديالي ما تلقى فيه والو، وحق الله العظيم الا هذه واحد البشره زوينه المتابعين، بان الهاتف ديالي غادي يرجع ليا. قالوا لي هذا النهار، قالوا لي راه التليفون ديالك رجع من الخبره، راه ما فيه حتى شي حاجه. يعني هاد الناس كانوا تيقلبوا باي طريقه باش يصيفطوني للحبس، وماشي مشكل، الدنيا هانيه. عييتوا ما تحاولوا، عييتوا ما ديروا المستحيل باش نهود للحبس،
ماشي مشكل المتابعين ديالي. الهاتف ديالي غادي يرجع، مشى للخبره ورجع ما في حتى شي حاجه. والله الا من الحامدين الشاكرين، وتنفتخر براسي مرأة مغربية ربت بيت لي عمرها ما ضربت في الرجال الأحرار. عمري ما ضربت في شي أخ ولا شي أخت مولات القناة ولا مول القناة. عمري تضربت في أعراضي، والجمعاوي ضرب في أعراضي وأعراض الزوج ديالي وأعراض رجال التعليم، وما رديتش عليه وخليته. شوف، كل واحد نخليو له الله سبحانه وتعالى، لان ربي الحبيب هو اللي يحاسب كل واحد. حنا ما غاديش نقدو نحاسبوا الناس ولا نقولوا في الناس شي حاجه اللي ما فيهمش، لان كل واحد تيتحاسب على افعاله. انا ما عنديش الحق باش نقول مثلا لشي حد انت داير ولا انت فاعل، لان كل واحد ربي اللي تيحاسبنا، وربي هو اللي الحمد لله على كل حال. داكشي اللي بغا سيدي ربي والله الا بغيناه، واخا قاصحه عليا، ولكن والله شوف، والله خوتي قسما بالله الا عيطات لي واحد صاحبتي خياطه قالت لي فاطمه واش هادشي اللي سمعت، بقيت نضحك معاها. قلت لها باغي ملي نطلب لك الحوايج ما ديريهمنيش مزيرين، وبقيت نضحك. قالت لي فاطمه واش انت حمقى محكومه ب6 شهور؟ وقلت لها شوف اختي، والله ما نفقس راسي، ما نفقش راسي، لان انا مظلومه. علاش انا غادي ما عندي ضميري هاني؟ الا هبطت للحبس غادي نهبط مظلومه. ما اديت حتى شي واحد، ما درت في اعراض حد، ما كيف ما تيقول لك انا خرجت الولد من المدرسه. انا ما عندي حتى شي دخل. انا ماشي وزيره ديال التعليم، تحياتي ليهم، ولا انا اللي في النيابه، ولا الاساتذه ديالهم، ولا ما يبقاوش يحملونا الاغلاط ديالهم المتابعين ديال حياتهم ويحملوه لنا حنايا. الحمد لله انا ضميري الحمد لله صافي من كل شيء، واللي بغاها ربي بغيناها المتابعين ديالي. وبزاف الناس قالوا لي ندخلوا بالصلح، منهم خالتي الشوم، منهم العائلات ديال عكايزات بناتي وهذا. ولكن شوف اخوتي، صافي كيف ما تنقولوا وصل الموصل العظم، ولا كي تيقولوا لها سي تروطار المتابعين. الصلح سي تروطار، تنازل صافي اللي عطا الله عطاه. داكشي اللي دارنا المخزن الحمد لله. كلمه ديال المعاصر ما كاينش التنازل واخا. فعلا اخويا مول العاصر، والله رشيد الجعيدي مرحبا سيدي والف مرحبا بكم كاملين. خويا مول العاصر فعلا. شوف اخويا مول العاصر، اقسم لك بالله راه عيطوا لي عائله بنتي من تطوان، قالوا لي مشي هذا. قلت لهم لا، ما نكذبش عليكم، اللي دارها ربي هي اللي كاينه، واللي بغاها ربي بغيناها. الحمد لله ما ظلمناش هاد الناس وما ظلمونا. كاين الله، كاين الحكم ديال الله سبحانه وتعالى اللي باقيين تنتسناوه. باش نقول لكم الصراحه، باقا تنتسنى الحكم ديال الله سبحانه وتعالى. ان يا ما تقال في العرفويه، راه كون نحط لكم شي مقاطع اقسم لكم بالله العلي العظيم الا راه حشومه عيب وعار. ولكن والله خوتي ما غاديش نبقى مكتفه يديا، ما غاديش نبقى جالسه. اللهم لك الحمد على ديك 6 شهور، ماشي مشكل، حزه وغدوز. الله يرحم لكم الوالدين. شكون؟ كلمي الله يكبر بك لاله. اختي ناديه الشافعي مرحبا لاله والف مرحبا بك اختي. شوف اختي ناديه، والله اللي بغاها ربي بغيناها، وعمر شي واحد ما يهرب من القدر ديالو، لان ربي قسام لي هاد المحنه غادي ندوز منها. والله الا مرحبا قسما بالله العظيم. وتنفتخر براسي، ما مشيتش على شي حاجه اللي تغضب الله سبحانه وتعالى. مشيت على الظلم وظلموا لي بنتي، ودافعت على بنتي. قاصر اللي كشتو ليس المظلوم المقطع، اللي حط هذا النهار، اللي حط هذه العشيه شنو بالفم ديالهم وبزاف د الحوايج، وتهموني وظلموني. ماشي مشكل، والله الا ماشي مشكل. كاين سيدي ربي الحبيب اللي غادي ياخذ حقي وحق وليداتي وحق الزوج ديالي اللي مسكين ما عمرو جلس وسبهم ولا قال فيهم شي كلام خايب. وكذلك بناتي عمرهم ساكن ما خرجوا درتهم حدايا ولا من مول الكاميرا ويسبوا ولا داروا قنوات وناضوا يدافعوا على ماماهم. والله العظيم ماشي مشكل، الحمد لله.